حصريا، وما اعتقدش ان حد اتكلم في الموضوع دوت، ولكن انا من نفسي ما كنتش متوقع والله. الخطيب الخطيب بيقول انا استخرت ربنا ومش قادر اكمل. صدمة طبعا لجماهير النادي الاهلي، وفي ناس هتبقى بالنسبة لها بالصدمة. ايه اللي حصل؟ اعتقد ان هو مش هيقدر يكمل بالنسبة عشان مرضه. ربنا يشفيه طبعا ويعافيه، محدش يتمنى المرض لاي حد في الدنيا. الخطيب هل مش قادر يكمل عشان المرض فعليا، ولا عشان الإدارة تقيلة حاليا عليه؟ بس أعتقد يعني عشان المرض وربنا يشفيه. مين هيكون مكانه أو مين هيكمل مكانه؟ ده في ناس كتير قوي عينيها على المنصب ده، ولكن اللي عينيه على المنصب دوت ما يفتكرش ان الموضوع سهل وبسيط. المنصب ده صعب جدا. انت وراك جماهير ما بتستناش وما بتحبش ابدا تدي فرصة لحد، يا انا يا لا. جماهير النادي الاهلي يا فوز على طول يا لا، وده طبعا خارج القواعد. مفيش حاجه اسمها ان انا افوز على طول او الكلام ده، ولكن ده اللي حاصل حاليا. ده كلام كابتن الخطيب، استخرت ربنا ومش قادر اكمل. الخطيب يعتذر عن الترشح لرئاسه الاهلي للدوره القادمه، وهو خلاص الدوره حاليا بتخلص، اللي هو فيها دلوقتي، والانتخابات على الابواب. يعني الخطيب انتهى ومش هيكمل وملوش اي فترات تانية. يعني هو نفسه مش قادر يترشح لفترة تانية، وانتهى موضوعه حاليا، والخطيب آخر أيامه مع النادي الأهلي. انت بقى كمشجع أهلاوي بترشح مين؟ أنا عن نفسي هقول لك أنا نفسي مين اللي يمسك الأهلي على قدر احترامه العظيم. الكابتن محمود طاهر ده بصراحة اللي نفسي يمسك النادي الأهلي. هتقول لي أي أسامي تاني، هقول لك كلهم محترمين وعلى راسي من فوق، ولكن الوحيد اللي نفسي فعلا يمسك الأهلي لأنه شخص عادل وشخص كويس جدا ومحترم جدا، وهو المهندس محمود طاهر. أنت عايز مين يترشح أو عايز مين يكون رئيس النادي الأهلي؟ اكتبها في كومنت.